على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا سعيد السيد الرئيس، السيد الباشا، السيد رئيس شعبة الماستر، السيدات والسادة المنتخبين كل باسمه، وكذلك معشر الطلبة ومعشر الجمعويين والجمعويات وأبناء مدينة القصر الكبير العزيزة. الحقيقة أنا ولدت تصبح سعادة كبيرة أنني متواجد قبل ما نبداو اللقاء الرسمي ذهبت خلسة إلى المدينة القديمة دير واحد الشابور نظاظر باش ما يشوفني حتى واحد، ولكن ما نجحتش في هذه ما نجحتش بأنه ما يشوفني حتى شي واحد، ولكن كان واحد دوزنا واحد نصف ساعة في المدينة القديمة كانت من أروع ما يكون. أروع ما يكون لأنه الناس اللي التقيناهم طيبين، وهذه معروفة على الناس ديال القصر الكبير منذ زمان، والناس اللي قراو معايا ولا كنت عارفهم الأصدقاء معروفة فيهم القيم ديال الطيبوبة وديال الأخلاق، هذه معروفة. ولكن المسألة الأخرى اللي كذلك أنا عجبتني أنا في القصر الكبير، لأن أنا مدة هذه 20 سنة ما رجعتش في القصر الكبير، اللي عجبتني ولكن كنت نجي يعني مع أصدقاء وكنت كنكتشف في المدينة بهذا الحس ديال السياحة والحس بالاهتمام بالثقافة، أنه هي خزان كبير لكثير من الأمور ولكثير من المآثر، ويجب على أبناء القصر الكبير أن يفتخروا بها أشد افتخار. هذا اللقاء هذا أود أن أشكر السيد الرئيس السي محمد سليمان اللي هو كذلك صديق عزيز ومناضل معروف ومشهود له بنضاليته، على أنه دائما كان تيتلقاني تيقول لي واش درتي أنت للقصر الكبير، وفينا واحد حنا القصر الكبير من الوزارة. قبل ما ياخذ المسؤولية كان تيقول هذا المسؤول وعنده الحق، عنده الحق بأنه يتصل بالمسؤول الحكومي ويقول له ما هو نصيب القصر الكبير من السياسة الحكومية. وفي الحقيقة أنا تنظن أن القصر الكبير ما عندهاش شي حاجة اللي خصها أن تبينها، لأنه التاريخ مبين والثقافة مبينة والعمارة مبينة. أنا غير بالنسبة للقراءات اللي عندي على القصر الكبير وكذلك الاهتمام ديالي بالتاريخ ديال المغرب والتاريخ ديال المدن مثل هذه المدينة، كيعطيك واحد الزخم كبير جدا من الرومان اللي تكلم عليها السيد المقدم إلى تواجد هكا قلعة للموحدين، الاهتمام ديال كثير من علماء الأندلس ابن غالب اللي كيسموا سيدي ملاعب بوغال، وكذلك كثير من الرواد ديال المدرسه ديال ابن عارف، الاهتمام ديال البرتغاليين اللي جاوا من يابورا وجاوا من الغرب الاسلامي، وكذلك كان نقطه التقاء لكثير من الحضارات، اليهود اللي كانوا هنايا، الاندلسيين اللي كانوا هنايا، قبائل صنهاجه كذلك التي لها تاثير كبير. كل هذا تعطي واحد الزخم تاريخي كبير جدا اللي كنشوفوا اللمسات ديالو في التراث المادي وفي التراث اللامادي الموجود بالنسبه لهذه المدينه. ولكن هذه المدينه كذلك، وهذا انا تتفق مع السيد الرئيس، راها نقطه قريبه من اهم الاحداث اللي ميزات التطورات اللي عرفتها القرن السادس عشر والقرن السابع عشر والقرن الثامن عشر. هذيك معركه واد المخازن اللي كنتكلموا عليها ليست فقط معركه ديال موت الملوك الثلاثه في 1578 يوم 14، ماشي فقط الموت ديال المتوكل، الموت ديال عبد الملك بن مروان وسان سيباستيان الاول، ولكن كذلك وهذه مساله اساسيه هو افول الامبراطوريه البرتغاليه، سيطره الدوله الاسبانيه عليها، صعود البرازيل كمستعمره اللي صارت تسيطر على البرتغال، وكذلك واحد التطور كبير هائل بالنسبه للمغرب، لانه المغرب من بعد ذاك الوقت ما بقاش في الاطماع ديال البرتغاليين، بل بالعكس انه كان عنده باع طويل واهتمام كبير جدا. لهذا اليهود مثلا اللي موجودين في وزان، هذيك الهيلوله اللي كيديروها داروا احتفالا بالموت ديال سان سيباستيان، لانهم كانوا تيتذكروا الامور اللي كانت جرت لهم قبل انه الذهاب ديالهم للاندلس والذهاب ديالهم للجزيره الإيبيرية. هذا حدث عظيم، وعنده انا كنت في البرازيل، وكان احد المتخصصين في معركه واد المخازن تيقول بانه صعود البرازيل هو يرجع الى معركه واد المخازن. صعود البرازيل كقوه
الاقتصادية اللي سيطرت على المملكة المتحدة ما بين البرازيل والبرتغال هو بسبب معركة واد المخازن. هذا يعني راه مسألة كبيرة جدا يجب أن نستغلها ويجب أن نهتم فيها. هذه المسألة تكون إلا ما عندناش حتى الطريق راه خصو يكون عار علينا أنه ما كايناش طريق اللي كدينا من هنايا لواد المخازن لتسليم جميع المناطق. لهذا أنا تنقول بأن الزخم التاريخي كاين وكذلك الحضور الثقافي موجود. راه إلا بغيتو نستقبلوا الكثير من المثقفين ومن العارفين ومن الصوفيين ومن أصحاب هذه اللي كانوا هنا راه متواجدين منذ زمن طويل، ماشي فقط في القرن العشرين ولكن منذ القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر. كانت هذه مدينة بالفعل مدينة الأنوار ومدينة المعارف ومدينة التقاء كثير من الثقافات. كل هذا راه موجود ويشهد عليه التاريخ، ولكن كذلك ما هو تاريخ معماري بالنسبه لهذه المدينه ما تنضر نتكلم عليه السيد الرئيس وتكلموا عليه الاخوان والاخوان كلهم كيعرفوا. ما موجود من مآثر بالنسبه لهذه المدينه يجعلها ربما من المزارات الثقافيه الاساسيه بالنسبه لهذه المنطقه، ولكن خصنا لابد نشتغلوا عليه. انا كنظن الاشتغال اللي خصنا نعملوا عليه تيتكون في واحد 3 ولا 4 ديال المستويات. انا تنظن المستوى الاول هو انه هذه المدينه ديال القصر الكبير راه تنتمي لواحد المنظومه اللي حنا في اطار وزاره السياحه تربطها بطنجه وتطوان وبالشاون وباصيله والعريش ووزن. اذا هذه المنظومه هذه يجب ربط مدينه القصر الكبير بها، لا في المزارات السياحيه لا في التسويق لا في الترويج. خصنا لابد ان القصر الكبير يدخل في المعادله هذه اساسيه. هذا الدور ديالنا وخصنا لابد ان المسألة الثانية وهو أننا خصنا لابد نخدموا على ما يسمى البنية التحتية. الشركة المغربية للهندسة السياحية الآن مستعدة أنها دير دراسة ديال القصر الكبير باش نشوفوا ماذا يمكن أن نعمله بالنسبة للتهيئة السياحية. التهيئة السياحية تتبغي واحد القضية، خصك تشد هذيك المدينة العتيقة وتشد هذاك الواد اللي تكلم عليه واد اللوكوس اللي تكلم عليه، ومع الأسف أنه المدينة كتشوف الجهة والواد كيشوف الجهة الأخرى. لابد مصالحة المدينة مع واد اللوكوس، لابد هذه المصالحة تكون في إطار واحد النوع من الالتقائية، في واحد إطار واحد النوع من واحد الهندسة اللي غتعطي واحد الجمالية لهذه الفضاءات الموجودة فيما بينها، وفي إطار كذلك واحد المنتزهات يمكن لنا تعمل في إطار الواد إلى غير ذلك. هذا لابد منه، ولكن حنا وزارة السياحة ما كندخلوا ستكون البنيات التحتية موجودة في هذا الإطار. إذا سنعملوا في إطار شراكة مع القطاعات الآخرين باش يكونوا الطرق، باش تكون إعادة تأهيل الحضارية راه بدات كتشوفوها مثلا في المدينة العتيقة، باش يكون مثلا هذه إعادة تهيئة ديال الواد ديال اللوكوس. كاين عندنا واحد التجربة راه بدينا الآن في تطوان مع واد مارتيل ابتداء من تمودا حتى الأنزا فيها 12 كيلومتر، وهي يعني في إطار يعني أنه الضغط اللي موجود على مدينة تطوان بغينا نخرجوا لواد مارتيل، وربما هذا نموذج يمكن لنا نشتغلوا عليه مع السلطات المحلية ومع المنتخبين ومع كذلك الشركاء على المستوى الإقليمي وعلى مستوى الجهة باش يمكن لنا أنه يكون عندنا الفضاء اللي هو متنامي في هذا الإطار. آنذاك ولكن في هذا الإطار تنعملوا آنذاك يمكن كذلك تثمين المنطقة السياحية. ما معنى التثمين ديال المدينة مثلا العاصمة السياحية؟ أولا خص لابد من التشويه. هذا التاريخ اللي تنتكلموا عليه، هذا التاريخ اللي عرفناه واللي تنشوفوه واللي هو يومي، بعض المآثير ديالو في اندثار لابد أن خصها الصيانة ديالها. بعض المآثير لا يعرفها الناس، خصنا بعدا نديروا التشوير ديالها ونديروا، ولكن لا يعرفها العالم، خصنا لابد هذا نتكلموا عليه. المكتب الوطني المغربي للسياحة مستعد بأنه يرافق في هذا الإطار هذا، وخصنا لابد أننا نوجدوا واحد المدينة اللي هي جميلة فيها التشوير، فيها واحد المفاضات ديال التفسير، ولكن كذلك أننا ننفعوا بالقطاع الخاص باش يمكن له يدير لنا رياضات، باش يمكن له يدير لنا مطاعم، باش يمكن له يعمل كذلك من اجل انه تصبح هذه المدينه جذابه. الا بغيتي شي مدينه جذابه خصها تكون جميله، خصها تكون انه يكتب عنها، لان تنكتبوا عليها وعندنا التشوير عليها الى غير ذلك، وخصها لابد تكون فيها واحد الطاقه ايوائيه ويكون فيها واحد النوع من الترفيه اللي هو في المطعمه الى غير ذلك. هذه خصنا لابد نعملوا عليه، ولكن راه كاين المؤهلات. الان راه كاين فقط يعني فندق واحد ديال نجمه وحده اللي موجود في المدينه لا يمكن، ولكن راه كاينه تقريبا واحد 100 ديال الديور اللي هما قدام، منهم الدار اللي هي جميله جدا اللي هي تغدينا فيها اليوم، دار سيسن كذلك الى غير ذلك. سي الباشا الدار ديالو ما غاديش نتكلموا على دار الباشا
وقس على ذلك يعني كثير من الدور اللي هي موجوده اللي يمكن لنا اننا اما تولي دور ديال الضيافه، دار ديال الضيافه. وانا كنشوف السيد كاين معنا المندوبين ديال السياحه ديال تطوان ديال طنجه، لابد يشتغلوا على هذا الشيء مع الشركه المكتبيه للهندسه السياحيه. يمكن لنا نعملوا لنا مطاعم، يمكن لنا نعملوا منها فنادق صغيره ومتاحف في نفس الوقت. راه يمكن لك تعمل متحف فندق في نفس الوقت، انه كتعمل فيه امور اللي تتعلق بالثقافه المحليه، ولكن في نفس الوقت يمكن لك انه تعمله كفندق في هذا الاطار هذا. يمكن لها تكون مثلا المطاعم، ويجب السيد الرئيس انا تنشوف هذه القضيه نعملوا مع لا فونداسيون ديال المتاحف اللي هي كتحكم كذلك بإطار المتاحف. حنا غنعملوا معها اتفاقيه، ومن الامور اللي خصنا نشتغلوا عليها نشتغل على مدينه اقتصاد كبير، لان عندها ما تعطي من ناحيه التراث المادي، من ناحيه التراث اللامادي، من ناحيه التراث المعماري، من ناحيه التاريخ، لاجل انه يكون يعني واحد المتحف بالنسبه لهذه المدينه في هذا الاطار. اذا هذا المستوى الثالث. المستوى الرابع وهو خصنا نعملوا على شكل، اولا خصنا لابد المستثمرين ولابد الفاعلين السياحيين نجيبوهم ونعملوا معاهم ونشوفوا. اللي بغى يدير مثلا وكاله ديال الاصفار خصنا نشتغلوا معاه، اللي باغي يدير مثلا المطعم خصنا نشتغلوا معاه، اللي باغي يدير مثلا دار ديال الضيافه ولا رياض خصنا نشتغلوا معاه. اذا خصنا ناسسوا لواحد النخبه السياحيه على مستوى المدينه تكون دايره وخدامه، وهذيك النخبه مع المجلس البلدي ومع السلطات مع المجتمع المدني. وتبارك الله المجتمع المدني بالنسبه لي المجتمع المدني ديال الاقتصاد الكبير راه عنده واحد الصيت وطني، وحيي من هذا المنبر هذا لانهم اليوم هذوك هما اللي غادي يبداو يعرفوا بالمدينه، هذوك هما اللي غادي يبداو يتكلموا على المدينه. خصنا المدينه يكون عندنا موقع الكتروني ديالها بالاسبانيه، بالانجليزيه، بالفرنسيه، بالعربيه. لابد هذا، وهذه المساله اللي سهله. المدينه خص يكون عندنا واحد الحساب ديال تويتر ديالها، تنشدوا هذوك المسائل ديالها وكنصوروهم وكنعطيوهم للعالم باش يشوفهم. المدينه خص يكون عندها واحد الصفحه ديال الفيسبوك اللي غادي كذلك نقولوا شنو هو الاقتصاد الكبير وشنو هو التاريخ الاقتصاد الكبير بجميع اللغات تعرفها العالم الى غير ذلك. وكذلك ما يسمى بالاكشاف ديال انه نتكلموا على الاقتصاد الكبير، شنو مكتوب يتكتبات عليها، كذلك ما هو يعني كل ما يتعلق بالاعلام والتسويق والترويج بالنسبه. وحنا مستعدين انه الاخوان يبداو معنا المعارض الدوليه باش يمكن لهم انهم يشوفوا ماذا يعمل في هذا الاطار. اذا القصر الكبير له مؤهلات كبيره جدا يجب بناؤها. انا يعني اثمن الحاج سيمو لانه عنده واحد الرغبه كبيره، واحد الغيره كبيره. راه في الرباط واحد 40% ديال ما يقال عن القصر الكبير في هذه السنوات الاخيره الحاج سيمو وليده. كتبدا تتكلم على ولادات تيقول لك القصر الكبير فين نسيتي هذا. اذا دائما هو انه عنده هذه الغيره ومزيان، لانه هكذا خصنا الممثلين البرلمانيين، هما المنتخبين، هادو هما النخبه المحليه، خصها تكون عندها غيره على البلاد. وحنا مستعدين باننا نشتغلوا، ولكن غنشتغلوا بطريقه عقلانيه. المساله الاولى خصنا دراسه غتقوم بها الشركه المغربيه للهندسه السياحيه. خصنا كذلك اتفاقيات مع القطاعات الاخرى باش يمكن لنا اننا نمشيو فيما هو تحديث عمراني، فيما هو بنيه تحتيه، وكذلك اننا نأهلوا باش يمكن القطاع الخاص انه يهتم بهذه المدينه. اريد ان اختم بشيء مهم جدا. قال الحاج سيمو بانه عندنا واحد الحظ اننا عندنا واحد الملك شاب له رغبه في بناء ونهضه المغرب، ولو غير على جميع المدن، وخصوصا المدن بحال القصر الكبير اللي عندها تاريخ كبير، ولكن كذلك لازم انه الكل يتجند من اجلها. اذا كلنا خصنا نكونوا متجندين ونكونوا متواجدين في خدمه الرؤيه ديال صاحب الجلاله ديال المغرب اللي هو متطور، ديال المغرب اللي ما تخليتش مدينه على الهامش، اللي كيجعل كل شيء المغاربه انهم يستفيدون من هذا السهم الكبير اللي موجود في المغرب. وفقنا الله لما فيه خير البلاد والعباد، تحت القياده الرشيده لصاحب الجلاله نصر الله. والسلام عليكم ورحمه الله.